في الغالب الجواسيس بيعتمدوا على جمع المعلومات من الناس البسيطة، أشخاص عادية كده زي وزيك، ولو الجاسوس اتفوق قوي يعني ممكن يوصل لمدير ولا صاحب منصب. لكن واحد منهم ينجح إنه يتوصل لمعلوماته عن طريق قصر الرئاسة نفسه، ويمكن كمان غرفة نوم الرئيس شخصيا، أهي دي بقى اللي فيها كلام كبير. تعال أحكي لك عليها في حلقتنا النهاردة عن جاسوس الرئاسة علي العطفي. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. الحكاية بتبدأ سنة 1922 بميلاد علي خليل العطفي في السيدة زينب في القاهرة. اتولد علي في أسرة متوسطة تميل للفقر وحالتهم على قدهم شوية، وده خلاه في وقت طفولته يوقف تعليم عند مرحلة الإعدادية، وما قدرش يكمل بسبب الظروف المادية، وخرج من المدرسة علشان يشتغل. اشتغل علي في بقالة اللي هي سوبر ماركت بس صغير شوية، وبعدين اشتغل في فرن عيش، وبعده صيدلية. يعني زي ما انت شايف كلها حاجات بسيطة تناسب سنه. لكن نقلة العطف الحقيقية كانت لما اشتغل كمساعد مدلك، اللي هو الشخص اللي بيعمل مساج. والمهنة دي في مصر وقتها ما كانتش منتشرة قوي غير في الطبقة الراقية، والناس اللي بنسميهم علية القوم والأجانب. على وقتها كان مساعد لمدلك أجنبي، واللي علمه الشغل وشربه المهنة على أكمل وجه. سنة 1952 بقى لما قامت ثورة يوليو، سافر كل الأجانب اللي عايشين في مصر تقريبا، وكان منهم المدلك الأجنبي اللي علي كان شغال معاه. وبمجرد سفر المدلك وبسبب قلة محترفين المهنة دي في مصر، بقى علي من الناس اللي يتعدوا على الصوابع بيشتغلوا في مصر. وعشان كده بدأ علي يطلب من الناس اللي مهتمة تعمل مساج بشكل كبير، وزي ما قلنا كلهم من طبقات عالية وأرستقراطية، وشغله كان كله في فيلل وقصور وأماكن راقية. وهو نجح يكون معاهم صداقات وعلاقات كتير، بقت معظمهم علاقات مع أتقل ناس في المجتمع المصري، وده خلاه يثق في نفسه زيادة، وبقى يقول على نفسه إنه خبير في العلاج الطبيعي مش مجرد مدلك وبس. بس هو فضل كده لحد ما وصل سنه ل41 سنة، وكان بدأ يتسرب له اليأس والإحباط إن طول عمره شغال كده وما بيعملش خطوة إيجابية. وده خلاه يقدم على هجرة في السفارة الأمريكية علشان يشوف نفسه في بلد تانية، والطلب اتقبل بعد فترة، وفعلا سافر بأمل جديد وروح جديدة في بلد جديدة. بس هو اكتشف لما راح هناك إنه مش هيقدر يعمل حاجة، لأن شغلانة المدلك دي منتشرة في أمريكا بشكل كبير، مش زي مصر كده شغلانة نادرة وفرصها قليلة. ما طولش علي في أمريكا وطلع منها على هولندا، واتعرف على واحدة هناك، وبعد قصة حب اتجوزوا وخد الجنسية الهولندية. وهو وقتها كان عاوز يعمل ثروة، مش مهم ازاي وايه الطريقة، المهم ان ده يحصل. وده جاب في دماغه فكرة انه يروح السفارة الإسرائيلية يعرض خدماته عليهم كشخص عربي مصري مسلم. وفعلا راح السفارة تاني يوم وطلب يقابل أي مسؤول، لكن الحراس رفضوا يدخلوه. لكنه ما يقسش وراح تاني وطلب نفس الطلب، والمرة دي الحراس دخلوه لمكتب مسؤول الأمن، وقعد معاه وقال له إنه عاوز يشتغل معاهم عميل سري للموساد وش كده. لكن طبعا كلام علي كان مصدر شك وريبة قدام مسؤول السفارة، اللي اعتقد إنه متجند مع المخابرات المصرية. أصل مين هيعمل كده من تلقاء نفسه؟ الموضوع مريب صح؟ وطبيعي إن مسؤول الأمن رفض الطلب وقال له خد وقت مع نفسك، فكر في اللي انت عاوزه ده وابقى تعالى تاني. والحقيقة إن الوقت ده ما كانش بس مهلة علشان يفكر، لأن أصلا جهاز الموساد بدأوا في نفس الوقت يتحروا عنه براحتهم ويشوفوا هو تبع حد ولا جاي من نفسه زي ما بيقول. وطبعا التحريات قالت إنه ملوش علاقة بحد ومش متجند والدنيا أمان، وإنه شخص عاوز يجمع ثروة بس مش أكتر، ولا فارق عنده بلده ولا خيانته، وعادي يعمل أي حاجة علشان الفلوس. وطبعا الفلوس عند إسرائيل ما بتخلصش. المهم إنهم وافقوا على طلبه وقرروا يبدأوا الشغل. وفي مرة كان علي ماشي في حديقة وخبط في بنت على قدر من الجمال، وكان باين من شكلها إنها عربية، وكأي راجل جنتلمان قرب علي من البنت علشان يعتذر لها إنه اتصدم بيها، لكنه اتفاجئ بيها بتقوله لما أبعد عنك اقرأ الورقة اللي في جيب الجاكيت، لأنها بخفة يد حطت ورقة في جيبه. وهنا علي عرف إن البنت دي تبع الموساد الإسرائيلي، ففعلا استناها تبعد وطلع الورقة، لقى فيها المقابلة الساعة 12 بالليل في حي جوردن. وفي الميعاد راح للعنوان وما كانش فيه حد فاتح ولا حد تقريبا في الشوارع غير قليل جدا.
ففضل واقف شوية لحد ما جت عربية والسواق بيقول له اركب يا علي، وفعلا ركب. وكان السواق نفس البنت اللي حطت له الورقة، ومشيت بيهم شوية لحد ما وصلوا لمبنى أو عمارة كبيرة، وطلع وراها فيها ودخلوا شقة في الدور الثالث. ولما دخل لقى واحد هناك وعرف إنه ضابط موساد واسمه إيلي بيرجمان. وطبعا كان مجهز برنامج التدريب الخاص بعلي علشان يتحول من مجرد مواطن مصري مغترب لمواطن مصري مغترب جاسوس. وبدأت الاختبارات لعلي، وأولهم إنه اتحط على جهاز كشف الكذب علشان يعرف هو فعلا صادق ولا لأ، رغم إنهم اتحروا عنه بس زمان وهم عندهم وسواس اسمه مصر، حتى تحرياتهم مش كفاية ولازم يتأكدوا منه مرة واتنين وتلاتة. والنتيجة طبعا إنه صادق ومش تبع حد وعاوز يبقى عميل عندهم علشان الفلوس. وبدأ التدريب على استخدام شفراتهم، واستخدم أجهزة الإرسال والحبر السري، وإزاي يبعت المعلومات دي ويهرب لو حس إن في حد كشفه من غير تتبع وكل الكلام ده. وتم تزوير شهادة دكتوراه في العلاج الطبيعي من جامعة لايدن في هولندا علشان يتحول علي من مجرد مدلك عادي لدكتور علاج طبيعي. وهم بقى عملوا حملة إعلانية كبيرة جدا لدكتور علي العطف في مصر وبره مصر في الوطن العربي، وإزاي ده دكتور كبير ومعاه شهادات وأجهزته متطورة وعلاجه كله جاي من بره علشان يتشاف بشكل كبير. وبدأ علي يتعرف في المؤتمرات الطبية الكبيرة في العالم، والهدف هنا إن اسم علي يوصل لكل حتة في مصر والوطن العربي، والهدف الأكبر إنه حتى رئيس مصر نفسه يعرف علي. وبالفعل بقى اسمه أشهر اسم دكتور علاج طبيعي في مصر كلها. وبدأت الدعوات من الجامعات المصرية علشان يستفيدوا من خبرة الدكتور علي، وكل ده تبع الخطة المناسبة، لأن الطاقم الطبي للرئيس أنور السادات كان دايما بيحضر الندوات دي. وبعدها بفترة قصيرة تم افتتاح أول معهد علاج طبيعي في مصر، وتم تعيين الدكتور علي خليل العطفي عميد فيه. وفي يوم من أيام تواجده في المعهد جات له المكالمة المنتظرة والمخطط ليها من بدري قوي، والمكالمة من مكتب رئيس الجمهورية نفسه. وتم تبليغ علي إنه نال شرف إنه يبقى المدلك الأساسي والشخصي لرئيس الجمهورية أنور السادات. ومن يوم دخوله قصر الرئاسة وتحول هنا لصديق شخصي لرئيس الجمهورية وأسرته، وبقى عارف كل حاجة بتتقال وبتحصل في قصر الرئاسة بشكل مباشر وغير مباشر. وكمان بقى صديق لعثمان أحمد عثمان اللي كان بينه وبين السادات صلة نسب، وكسب ثقة كل الناس اللي كانت حوالين الرئيس، لأن الرئيس نفسه واثق فيه، يبقى خلاص كله هيحبه. وفي الوقت ده كان في ضابط من المخابرات المصرية بيتلقى إشارات مش عارف مصدرها ولا مكانها، ولا عارف يحدد دي إشارات إيه أصلا، ولا حتى نوع الجهاز اللي بيرسلها، لأن دي إشارات جديدة أول مرة يشوفها. وده فعلا لأن إشارات الأجهزة دي كانت جديدة على مصر. بس الموضوع كان متكرر، وتم تسليم الموضوع كله للضابط محمد نسيم، وكان مشهور في المخابرات بنسيم قلب الأسد. وبدأ نسيم يشتغل على الموضوع لحد ما قدر يحدد المكان اللي اتبعت منه الإشارات المشفرة دي، والمكان كان معهد العلاج الطبيعي اللي ماسكه مدلك الرئيس. بس المعهد كان كبير قوي وناس داخلة وناس خارجة، ازاي هيحدد صاحب الإشارات دي؟ وبدأ يراقب كل الناس اللي داخلة وخارجة من المعهد بشكل مستمر، ويلف على كل صناديق الجوابات في الزمالك يشوف اللي فيها. وهنا بقى لاحظ نسيم إن في جوابات بتتبعت كل يوم من شخص واحد في مصر لعنوان معين بره مصر، بس اسم صاحب الجوابات دي مش من الزمالك أصلا ولا من سكانها. فما كان منه إلا إنه عمل تحريات أكتر عن الاسم، ولقى إنه اسم مش حقيقي وملوش ورق ولا سجلات. فبدأ الضابط يراقب كل صناديق البريد في المنطقة، وأول ما حد يحط جواب في أي صندوق ويمشي كان البوكس بيتفتح ويتم تفتيشه. وده خلى الضابط يكتشف إن الجوابات دي بالاسم المزيف ده بيكتبها ويحطها الدكتور علي خليل العطفي مدلك الرئيس بنفسه. وفوراً راح الضابط محمد نسيم لرئيس المخابرات العامة وقال له الموضوع، وصدر الأمر ببقاء الحكاية قيد الكتمان لحد ما يثبتوا عليه التهمة بشكل كامل. وفي نفس الفترة دي سافر علي هولندا، وسافر وراه على طول الضابط محمد نسيم، وتم تصوير علي وهو داخل وخارج من السفارة الإسرائيلية في هولندا، وتصور كمان وهو مع الضابط إيلي بيرجمان. بعدها رجع الضابط محمد نسيم على مصر وجهز تقرير عن علي وقدمه للمخابرات. ولأن الموضوع كان كبير والراجل ده كان جوه قصر السادات نفسه، فتم تسليم التقرير للسادات شخصيا،
لأن دي كانت حرفيا كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبعدها قعد محمد نسيم مع السادات شرح له كل حاجة، من أول مراقبته للصناديق لحد ما شافه وصوره بنفسه، وتم إصدار قرار القبض على الدكتور علي خليل العطفي. ووقتها كان علي أصلا لسه مرجعش مصر. ساعتها تم تعيين ضابط مخابرات مصر في هولندا علشان يراقب علي أكتر ويعرف هيرجع إمتى ويرجع معاه على نفس طيارته. ورجع علي القاهرة، وبعد ما رجع كلمه مدير مجلة آخر ساعة بيطلب منه عمل حوار صحفي معاه بما إنه دكتور كبير وليه علاقة بالدولة حاليا، ودي مش أول مرة لعلي إنه يعمل حوارات صحفية زي دي، فكان الأمر عادي بالنسبة له. وتحدد معاه المقابلة، ووقتها كانت هتتم في بيت علي، وكان هو في انتظار الصحفي. والمقابلة دي كانت يوم 23 مارس سنة 79، وقبل الميعاد بنص ساعة وصلت 5 عربيات نزل منهم ضابط المخابرات ومعاهم الضابط محمد نسيم، وكان لبسهم عادي مش ميري. وده حصل قدام بيت الدكتور علي في الزمالك. دخلوا الضباط العمارة ودقوا الباب، وفتحت الشغالة اللي كان مبلغها إن في ناس جاية له في الساعة دي. محمد نسيم ما استناش ودخل مكتب علي مرة واحدة وقال له إنه من المخابرات. بس طبعا علي اتضايق جدا إنه دخل مكتبه بالمنظر ده، وهدده إنه مش هيسكت وهيكلم السادات شخصيا يشوف الموضوع ده. ده حتى ابن علي اللي كان صديق شخصي لابن الرئيس السادات بلغ العميد نسيم إنه هيبلغ صديقه باللي بيحصل، لكن الضابط نسيم بلغه من الرئيس السادات بنفسه، هو اللي أصدر أمر القبض عليه، وبهدوء كده اتفضل معانا من غير شوشرة. وطبعا تمت التحيات، وكالعادة أنكر كل حاجة وكل تهمة متوجهة له، لكنهم واجهوه بالصور والجوابات اللي متصورة له، واعترف بكل حاجة عملها، وقال إن السفارة عرضت عليه يقيم في تل أبيب وياخد الجنسية هو وأسرته، وقال إنه ممكن يبقى عميل مزدوج ويروح إسرائيل يبقى عميل لمصر هناك على أساس إنه عميل لإسرائيل. والضابط طمنه وقال له مفيش مشكلة، بس اعترف على كل حاجة. وفعلا علي اعترف وقال لهم على مكان جهاز الإرسال والحبر السري، وعرفهم الشفرات اللي كان بيستخدمها. وبمراجعة ثروته اللي تمت مصادرتها بعد كده اكتشفوا إنه يملك ما يقارب 3 مليون جنيه اللي كان مبلغ مهول وقتها. وخليني أقول لك إن التحقيق مع علي خد حوالي 31 يوم، بس أنا بلخص لك اللي حصل علشان ما تملش عزيزي المشاهد. وتم تحويل علي للمحكمة اللي حكمت عليه بالإعدام سنة 79، بس تم تخفيف الحكم بعدها ل 15 سنة إشغال شقة. وبعدها اتدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي في الموضوع علشان يخرج علي، لكن السادات رفض، لكنهم ما يقسوش وعرضوا على السادات عمل مبادلة للأسرى ما بين علي العطفي وبعض المسجونين عندهم. لكن تقريبا السادات كان شايف إن موضوع العطفي ده شبه طار شخصي، أصل إزاي واحد بيتعامل معاه مباشر طول الوقت ده وما يقدرش يكشفه، وعشان كده رفض تاني عرض الجانب الإسرائيلي. وبعد موت السادات ولما مبارك مسك الحكم اتقدمت طلبات كتير للإفراج عن علي بسبب تدهور الحالة الصحية، لكن كمان مبارك رفض. وعمر بن علي العطفي نشر وقتها في الجرايد إعلان بيتبرأ فيه من أبوه قدام المجتمع المصري كله. وفضل علي في السجن وصحته بتتدهور واتصاب بالعمى، وتم إعلان وفاة الجاسوس علي العطفي سنة 90 في السجن، وحتى أسرته رفضت تستلم جثته وقالوا إحنا ما نعرفش حد بالاسم ده، واتدفن في مقابر الصدقة عشان تنتهي قصة جاسوس مصري قدر يدخل لحد أكبر راس في البلد ويعرف منه معلومات شخصية ويقدمها لدولة الكيان. كده خلصت الحكاية ومستني رأيك فيها. أما أنا فهقابلك الحلقة الجاية، وإلى أن نلتقي لكم مني التحية والسلام.